إخواني وأخواتي مسيحيين في كل مكان داخل مصر وخارج مصر، بهنيكم بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وكنت أتمنى أن تكون تهنئتي لكم هذا العام أفضل وفي ظروف أفضل من اللي احنا بنشاهدها الأيام دي في مصر. الحادث المريع المأساوي اللي احنا شفناه الأيام اللي فاتت دي بتجعل كل واحد مننا بيشعر مش بألم، بحزن على الوضع اللي وصلنا إليه في مصر في هذه الأوقات. اللي حصل ده يعني ظاهرة ولا يجب أن احنا نكتفي بمعالجة الظاهرة، يجب أن نبحث إيه أسباب هذه الظاهرة. الأسباب كلنا عارفينها. الأسباب أن احنا خلقنا مناخ تعليمي وديني بيدعو إلى كراهية الآخر. الأسباب أن احنا خلقنا تمييز بين المسلمين وبين الأقباط. القبط يجب أن يكون له مثل المسلم حرية العقيدة بالكامل، يجب أن يكون له الحق أن يبني دور العبادة مثل المصري المسلم بالتمام. من حقه أن يكون يشارك في كافة أجهزة ومؤسسات الدولة. المساواة الكاملة بين المواطنين هي الأسلوب الوحيد لحل هذه المشاكل، ولا يجب أن احنا نخفي راسنا في الرمل زي النعام. يجب أن نعالج هذه المشاكل بتتفاقم. السنة اللي ماضية ما كانتش أفضل من هذا العام. أنا كنت جاي بالطيارة من فيينا العام الماضي وكان معايا 6 أقباط ذكروا لي أنهم خايفين يروحوا عيد القيامة في الكاتدرائية لأنهم ممكن أنهم يتضربوا. أنا ذهبت لأظهر أن هذا لا يمكن أن تكون مصر اللي احنا تربينا فيه، وأننا كلنا بصرف النظر عن ديننا، بصرف النظر عن لوننا، كلنا مصريين. يجمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا. حل مشاكلنا حل سهل، خلق المناخ والبيئة التي نرى فيها كل واحد مننا كمصري فقط، كمصري يحلم ويعيش ويأمل زي الآخر بصرف النظر عن دينه، بصرف النظر عن عقيدته. حلها ان احنا نغير، حلها ان احنا نعيد بناء المناخ مرة أخرى، نكون أحرار في بلدنا، تكون في عدالة اجتماعية، يغيب الظلم الاجتماعي عنها، نبقى زي كل بلد في العالم. الشخص بيروح الكنيسة عمره ما يخاف انه يخش الكنيسة، زي ما بيروح ملعب الكورة. كلنا بني آدمين، جزء من الأسرة الإنسانية. يمكن إن الحادث الأليم اللي حصل ده يكون بداية لصحوة، بداية لنهضة. لأن النهارده اللي أنا شايفه من رد الفعل المصريين في اليومين الماضيين ما شفتوش قبل كده، إن إحنا بنتكاتف معا وبنقول بنرفض هذه التفرقة الاصطناعية بيننا وبين بعض، بنرفض كل ما حصل، مش بصرف النظر مين اللي عمل ده، قاعدة غير قاعدة، مصري مسلم، اللي عمله شخص لا يمت لمصر بالصلة، لا يمت للإسلام بالصلة، لا يمت لأي دين بالصلة. ويمكن إن ده اللي هيدفعنا مرة أخرى إن نستعيد بلدنا مرة أخرى، بلدنا اللي تقوم على المساواة واحترام الآخر والعدالة والحرية والكرامة.